بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ نصلي على النبي عشان ندخل في كلامنا المفيد. ونقول اول حاجه معانا ان زيزو وحاتم سكر يغيبوا عن مباراه بيراميدز يوم الخميس بسبب الايقاف. ايه بقى الايقاف دوت؟ بيقول لك ان زيزو واخد 3 انذارات وحاتم سكر واخد طرد. انا كاهلاوي ما شفتش ان زيزو خد 3 انذارات في الموسم اللي فات على بعضه يعني. وحاتم سكر اتطرد امتى؟ ما افتكرش بصراحه، كنت صغير. هل زيزو ده من ضمن المستحقات والحاجات ديت، وان هو علشان مستحقاته قال لك لا بقى انا مش هلعب وافتكسوا اي حاجه؟ كل الاخبار بتاكد الكلام اللي انا بقوله دوت، كل المصادر اكدت لي الكلام دوت. ماتش بيراميدز اللي سمعنا ان هو هيتاجل علشان بيراميدز عنده مشاركه في افريقيا، هتبقى بعد الماتش بأيام، فعشان يبقى عندهم الراحة زي ما مستر باتشيكو طلع قال احنا هنلعب ماتشات كل 3 ايام. فين المساواة وفين زي ما كنتوا بتعملوا مع ننوس الكاف واللي هو الاهلي يعني، وانتوا عارفين. فدي ماتش الزمالك وبيراميدز لحد وقتنا هذا هيتلعب يوم الخميس عادي جدا. ممكن بقى نصحى الصبح نلاقي ان في خبر بيقول لك تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز علشان الارتباطات الافريقية للفريقين. نيجي للاهلي. قال لك الاهلي يعترض على مواعيد السوبر ليج الافريقي. كابتن خالد مرتجي وهو قاعد في الاجتماع بتاع السوبر ليج قال لهم لعبوني في اي حته في الكوكب، لكن ما تلعبونيش العصر دي، انسوها. اصحابنا الجمال الزملكاويه هيطلعوا يقولوا بقى هو انتوا بتخافوا تلعبوا الصبح؟ اه بنخاف نلعب الصبح، ما بنحبش نلعب الصبح. لو بنلعب الصبح ما شفتش الاهلي بيكسب الصبح دي غير الزمالك بس. فاعترضنا على الحته ديت، وان شاء الله يعني ايه رغباتنا تتنفذ، وعشان يبقى في مساواة وعدالة في كل حاجة. الإشاعات بقى تضرب النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة الجزائري. طلع الإعلامي أو الكابتن محمد فاروق قال لك إيه امبارح؟ امبارح قال لك إيه؟ إمام عاشور رفض توجيه اللوم له من كابتن الفريق محمد الشناوي. اللي هو محمد الشناوي راح يقول له لا شد شوية، لا مش عارف ايه، لا المستوى، لا نلعب برجولة شوية. امام قال له بقى ابعد عني، سيبك مني، انا فيا اللي مكفيني من الخسارة. على ما اظن لا الشناوي هيعمل كده ولا امام عاشور بالمكان اللي هو فيه هيعمل كده. امام الفترة اللي فاتت اتأهل نفسيا للحاجات اللي زي ديت، علشان اللجان وجمهور الزمالك ممكن يطلعوا عليه يخلوه ينسى الكرة أصلا بسبب الهجوم الشديد اللي ممكن يحصل على اللاعب. فتمام، يطلع بقى النهارده في بيان رسمي الأهلي يقول لك إحنا هنرفع دعوى قضائية وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد أحد البرامج الرياضية التي تنشر أخبار كاذبة عن الفريق. كل التوفيق للأهلي في اللي جاي، السوبر ليج، كأس العالم، بطولة أفريقيا، ربنا معانا. عشان زي ما بقول لكم بقالي حلقتين احنا داخلين على مرار طافح. الاقي تنسترو يا شيخ. عامة لو على اليوتيوب لايك وسبسكرايب وشير وكومنت وكل حاجة، وبرضو لو على الفيسبوك نفس الكلام، لايك وشير وفولو وكل حاجة. اشوفكم بكرة بعد ماتش الاهلي والمصري اللي هيبقى لينا كلام تاني عنه، وتصبحوا على خير.